أهلا بيكم مشاهدينا وحلقة جديدة ودايما كلنا واحد. علشان كلنا واحد، النوبة مصرية، النوبة في قلب مصر، الجزء أو مش الجزء، الحقيقة هي الجوهرة الثمينة اللي في قلب مصر. أهل النوبة حبايبنا. حسين الجسمي لما قال والنوبة الجمال كان فعلا يقصد أهل النوبة. مصر وجنوبها كلهم سمر، كلهم قلوبهم بيضة، كلهم بنحبهم جدا وبنقدرهم جدا. علشان كده النهاردة في حلقتنا اخترنا انهم يكونوا ضيوفنا، ممثلين في ضيف واحد بس. هو هيكلمنا عن النوبة وعن الثقافة النوبية بين المستقبل والحاضر والماضي كمان. هنتكلم عن النوبة بالتفصيل بعد الفاصل، استنونا. كان نفسي النهاردة ضيوفي يكونوا كلهم موجودين في الاستوديو. كان نفسي النهاردة يكون معايا الفنان النوبي الجميل محمد منير. كان نفسي يكون معايا الرياضيين الكتير اللي أصولهم نوبية زي أسامة عرابي وزي فاروق جعفر. كان نفسي يكون معايا الأدباء النوبيين زي كتير منهم هنتعرف عليهم النهاردة من خلال كلامنا مع ضيفنا. بس ضيفنا اللي منورنا النهارده بيغنينا عن كل الاسامي الكبيره اللي قلناها، لانه هيكلمنا عنها من خلال الثقافه النوبيه. ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو هو اعلامي نوبي اسمر، الاستاذ محمد السيد حسين. مرحبا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك يا فندم، وانا سعيد جدا موجود مع حضرتك النهارده في برنامجنا كلنا واحد. كلنا واحد، والنوبه مصريه، والنوبه جزء عزيز وغالي من ارض مصر. اكيد. عايزه حضرتك تكلمني عن السنه اللي فاتت. السنة اللي فاتت كنا مسميينه عام الثقافة النوبية، فعايزة أعرف بداية، هنبدأ من ورا شوية. السنة اللي فاتت 2015 أنا شخصيا قدمت شغل كتير جدا مع شباب النوبة وعن الثقافة والعادات والتقاليد واللغة النوبية، وتعلمت كام كلمة كده صعبين. طب جميل جدا. فعايزة حضرتك تكلمني عن الثقافة النوبية، ويا ترى السنة اللي فاتت كانت كافية لأننا نتعرف عليها ولا لسه محتاجين وقت أطول؟ طبعا النوبة زي ما حضرتك قلتي غنية بالثقافة النوبية وبتاريخها وحضارتها. النوبة عندها مخزون كبير من الثقافة ومن الحضارة. نفسنا ان مصر كلها تعرف يعني ايه نوبة وتعرف يعني ايه حضارة وتاريخ نوبي. ده كان من خلال مشروع قدمه أحد شباب النوبة لوزارة الثقافة ووزارة الثقافة، أن يكون العام السابق هو عام الثقافة النوبية، وبالفعل تمت الموافقة، وكان العام الماضي كان هو عام الثقافة النوبية. من خلال هذا المسمى عام الثقافة النوبية استغلينا الفرصة وقدرنا نقدم فعاليات كتيرة باسم النوبة وتاريخ النوبة وحضارتها. ويا رب نكون احنا قدرنا نوصل رسالة ان النوبة غنية بحضارة وثقافات مصرية. ده من خلال فعاليات كتيرة قدمناها العام السابق. اتكلمنا مع شباب النوبة عن ما اسمهاش اللغة النوبية، اسمها اللهجة النوبية. لا، أنا أختلف مع حضرتك، هي اللغة النوبية. اللغة النوبية. اللغة النوبية. اللغة النوبية مش اللهجة النوبية. واتكلمنا مع شباب النوبة عن الأعمال اليدوية الكتير المشهورين بيها. اتكلمنا عن الألوان، اتكلمنا عن شغل الحنة، عن الأعمال اليدوية اللي بيقوموا بيها السيدات في البيوت والبنات. محتاجين نتكلم ايه تاني عن النوبة عشان نعرفها أكتر؟ النوبة فيها في كافة المجالات، فيها موهوبين، فيها رموز نوبية موجود فيها. يعني لما نتكلم مثلا عندنا في مجال الرياضة هتلاقي في رموز نوبية موجودين في مجال الرياضة. حضرتك ذكرت منهم كابتن فاروق جعفر، كابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر. ده من قرية نوبية اسمها توماس وعافية،
وايضا الكابتن اسامه عرابي والكابتن امين عرابي. في ايضا لما نرجع بقى للماضي الجميل، كابتن حنفي بسطان كان برضو من نجوم نادي الزمالك، ده برضو من ابناء النوبه، من بتهيألي مش متذكر القرية يعني من النوبية يعني، النوبة. من النوبة. وفي كابتن عماد سليمان وكابتن طارق مصطفى وكابتن رأفت مكي، يعني في مجموعة كوكبة كبيرة من نجوم الرياضة في مصر من أبناء النوبة. دايما في الأنشطة بتاعتنا بنحاول نبرز الأنشطة ديت ونقدم عنهم نبذات علشان الشباب يحتذى بيهم، ان طبعا هم قدموا رياضه وقدموا اخلاق سابوها في الملعب، فدايما احنا بنفتخر بيهم ان هم كانوا نجوم مصر وفي الاخر بيرجعوا للنوبه. طيب ده شباب النوبة اللي احنا عرفناه واتشهر سواء في مجال الرياضة او في مجال الفن بكل انواعه. شباب النوبة الجديد بقى بيفكر في ايه عشان يعرف الناس عن النوبة؟ احنا سمعنا ان في قناة للنوبة على اليوتيوب، بالظبط. عرفنا ان في اذاعة للنوبة على الانترنت. عايزة حضرتك تكلمني عن المشروعات الجديدة اللي فيها افكار ابتكارية. والله يا حضرتك طبعا احنا شباب النوبه بنحب النوبه قوي، وبنحب الحضاره والتاريخ النوبي، ففكرنا مجموعه من الشباب ان احنا ليه ما نحاولش نعرف الشعب كله بحضاره وتاريخ مصري، ما هي النوبه مصريه، والحضاره ديت اكيد هتبقى حاجه غاليه وحاجه يعني يفتخر بيها كل شعب مصر، ان في مصر في حاجه اسمها الحضاره والتاريخ النوبي، ان في ملوك من النوبه حكموا في احد الحقب المصريه، حكموا في مصر. ففي ناس ما بيعرفوش دوت خالص، يعني ما بيبقاش يعني ممكن مثلا يشوف فنان زي الفنان محمد منير بيبقى مبسوط جدا بيه وفرحان بيه، لكن هو عارف ان هو من اسوان. لكن احنا بنحب نعرف الناس النوبه غنيه بالحضاره والثقافه والفن والرياضه، في كافه المجالات هتلاقي فيه رموز نوبيه موجوده. فمن خلال دوت فكرنا ان احنا نكون عندنا اذاعه تتكلم عن النوبه، تتكلم عن الحضاره والتاريخ النوبي، تتكلم عن الثقافات المتعدده. مش شرط تكون النوبه بس، النوبه ومصر وافريقيا والسودان وكل الحضارات، علشان يبقى في تواصل من خلال دوت. فالحمد لله قدرنا من خلال المهندس تامر حسن، كان هو حط البذرة الأولى في إذاعة اسمها أوناتي بالنوبي يعني القمر. فعملنا الإذاعة النوبية ديت وقدمنا من خلالها برامج بتتكلم عن الحضارة والتاريخ والمواهب في النوبة، بتتكلم عن البيت النوبي، بتتكلم عن المطبخ النوبي، بتتكلم عن العادات والتقاليد في النوبة، بتتكلم عن في كافة الأشكال والمجالات. ده برضو بالتوازي ان احنا برضو في قناة نوبية على اليوتيوب زي ما حضرتك ذكرتي، بنقدر نغطي من خلالها كل الفعاليات اللي بيقدمها كل الجمعيات والروابط النوبية في القاهرة وفي اسكندرية وفي الإسماعيلية، كل الاحتفالات بتاعتهم زي حضرتك ما ذكرتي برضو عام الثقافة النوبي. قدرنا نغطي من خلال القناة النوبية ومن إذاعة النوبة ان احنا نقدر نغطي كل الاحتفالات ديت مع الإذاعة المصرية ومع التلفزيون والفضائيات المصرية. الشباب النوبي موجود في القاهرة أو في المحافظات المختلفة، بس نقلوا عاداتهم وتقاليدهم معاهم. هم بيتكيفوا مع الآخر لكن برضو ما زالوا مميزين. فعايزة حضرتك تكلمني عن التميز ده بيبان في إيه؟ حضرتك طبعا احنا عندنا ميزة اللي هو بنحاول ان احنا نحافظ على الثقافة النوبية والتراث النوبي. يعني مهما بنيجي القاهرة وفي اسكندرية وبنبقى موجود في المدن، لكن برضو بيبقى لينا الحنين جوانا للنوبة. دايما بنبقى موجودين زي حضرتك برضو، بنتفاعل مع كل الأنشطة وفي كل حاجة، لكن لينا بعض الأنشطة اللي هي النوبية. بتلاقينا دايما هنا مثلا في العاصمة أو في المدن ان احنا بتربطنا مع بعض الجمعيات النوبية، بتلاقينا بنعمل فيها أنشطة في كافة المجالات، منها اللجان زي اللجان الثقافية واللجان الشبابية واللجان الإعلامية واللجان الرياضية، كل ده بيغطي الأنشطة النوبية.
فبكده بنقدر نحافظ على تواصلنا مع بعض من خلال الأنشطة ديت. النوبة فيها 44 قرية نوبية، بنقدر نتواصل مع بعض وبنعمل مثلا دوري كرة قدم في النوبة من خلال اتحاد اللجان الرياضية النوبية، من خلال اتحاد اللجان الثقافية النوبية، من خلال بعض الجروبات النوبية بنشتغل من خلال هذا. النوبة مصرية، النوبة موجودة في جمهورية مصر العربية، موجودة ومنتشرة عن طريق الشباب النوبي المصري في كل المحافظات. هنخرج لفاصل ونرجع في حلقة نوبية. الأنغام حلوة والموسيقى حلوة والسمار حلو، ويعني ما فيش حد بيسمع أغنية فيها نغم نوبي إلا لما بيتمايل وبيتراقص وبيحس إنها داخلة للقلب حتى لو مش فاهم الكلام. أستاذ محمد، حضرتك شايف الشباب النوبي بيحافظ على اللغة بتاعته، بيحافظ على عاداته، وبدأ فعلا إنه ينشرها، والقنوات والفيديوهات النوبي بيبقى عليها نسبة مشاهدة عالية؟ بالفعل فعلا، يعني احنا دايما بتلاقي اي حفلة نوبية بتتصور وبنقدر بننزلها على الانترنت على اليوتيوب، فبتلاقي ناس كتيرة بتشوفها وتشاهدها، ففي ناس بتنبهر بالحفلات اللي زي ديت. انا افتكر ان في عام الثقافة النوبية كنا عاملين احتفالية في في متحف محمود مختار، كانت احتفالية رائعة جدا، حضرها ضيوف كتير من إعلام وصحافة وأدباء وقيادات مصرية حضروا الاحتفالية ديت. عايز أقول لحضرتك إن هم يعني لما قدمنا لهم الدعوات قالوا يعني إحنا ممكن طبعا هنيجي بس هو وقتنا ضيق وعندنا اجتماعات، وعايز أقول لحضرتك إن هم قعدوا الحفلة كلها 3 ساعات واقفين على رجليهم منبهرين باللي بيحصل في متحف محمود مختار. استقبلناهم من أول الدخول بالزي النوبي. كانت معانا احد الزملاء في فريق العمل بتاعنا الاستاذه كريمه صيام، قدمت نموذج رائع من الزي النوبي، قدمته بشكل مختلف. بيمتاز الفتاه النوبيه بالزي النوبي بتاعها بالجرجار، حاجه اسمها الجرجار النوبي، قدمته بشكل مختلف شويه، قدمته في شكل علم مصر. فكان حاجه جديده ومتميزه، يمكن مش كتير قدروا يعملوا حاجه زي كده اهوت، فهي كانت ليها السبب بصراحه في الموضوع دوت. فعايز اقول لحضرتك بهرت الحضور بالجرجار النوبي باشكاله والوانه المختلفه، بالاضافه الى ان عملنا تواصل بين النوبه في مصر والنوبه في السودان. في الاحتفاليه ديت قدمنا فيها ندوات بتتكلم عن النوبه المصريه وبتتكلم عن النوبه في السودان. قدمنا ندوات عن عالم المصريات الدكتور بسام الشماع، اتكلم عن التاريخ والحضارة النوبية. قدمنا فيها حفلات فولكلور عن النوبة، وأقمنا في المعرض دوت معرض عن فن التشكيلي بيحكي عن النوبة بعاداتها وتقاليدها وطقوسها وتاريخها. فكانت حاجة أبهرت كل الحضور، وكان يعني احتفاليه وفعاليه كانت ناجحه جدا، لدرجه ان هم يعني طلبوا مننا ان احنا لازم نحط في الجدول السنوي او الشهري ان احنا لازم يكون لنا فعاليه كل شهر في المتحف. المعارض الدوليه اللي مصر بتشارك فيها بيكون
مصر ممثلة في قسم، وجزء كبير منه لازم يكون النوبة موجودة. يعني عايزة حضرتك تكلمني عن استقبال المصريين بره لما بيبقى في بعثة مسافرة بتقدم مصر من خلال فنونها الثقافية والتراثية. يعني الحمد لله احنا كان عندنا سفراء للفن النوبي، منهم الفنان العالمي الفنان علي كوبانا. ده فنان نوبي قدر يغطي كل المهرجانات الدولية المصرية وينقل الثقافة والفن النوبي للخارج، وحصل على جواز والاستقالة البريطانية من ألمانيا. عندنا الفنان العالمي حمزة علاء الدين، ده فنان نوبي متميز جدا، موجود في اليابان وكان موجود في حفل افتتاح متحف النوبة. عندنا الفنان محمد منير طبعا، الكينج. دول سفراءنا في مصر، المصريين في الخارج. وطبعا في بعض الفرق النوبية اللي بتشارك ضمن وزارة الثقافة زي فرقة الطبول النوبية، بيقدموا في المهرجانات والاحتفالات بشكل مختلف وشكل متميز، بيبهر العالم بره وبيبهر الأجانب، لدرجة ان هم بيبقوا نفسهم يجوا القاهرة علشان يشوفوا النوبة، يشوفوا النوبة المصرية، يشوفوا التاريخ والحضارة الجميلة اللي جه منها الفن الجميل دوت. أحلام النوبيين إيه؟ المصريين النوبيين أحلامنا بسيطة خالص، ما كل حلمنا إن إحنا نعيش عيشة كريمة في مصر، والحمد لله. دايما بنقول حلم العودة، ده حق، واحنا بنطلب بيه دايما وحق مشروع، واحنا بنطلب بيه من اول رئيس الجمهورية لكل القيادات، ان احنا اتهجرنا من النوبة فبنحلم نرجع تاني للنوبة، وده حق مشروع وطبيعي، زينا زي اللي هجروا من السويس والإسماعيلية في أيام العدوان الثلاثي. فهو ده مطلبنا الرئيسي يعني، مش أكتر. ولغاية ما الحلم ده يتحقق انتوا بتنشروا النوبة في كل المحافظات وفي كل ربوع مصر. بالفعل من خلال الثقافة والفن والفعاليات اللي احنا بنقدر نقدمها، بنكون متجاوبين في كل المحافظات، بنقدم الفن دوت فن نوبي ضمن كل محافظات القاهرة. طيب في مجال عمل حضرتك في العمل الإعلامي، شايف ان حضرتك عليك دور زي أي فنان قلنا اسمه، زي أي لاعب كورة قلنا اسمه، في انه يعرف ويكون سفير للمنطقة الغالية في مصر اللي هو نابع ونشأته منها، سفير في تعاملاته، في سلوكياته، في عاداته، في تقاليده، في الطريقة اللي بيعرض بيها أفكاره؟ هو دايما يقول النوبي متميز دايما بطيبته بأخلاقه، فإحنا دايما بنحافظ على دوت، بنحافظ إن دايما كل حد يشوفنا يعرف إن ده نوبي، بيعرفه من أخلاقه، من طيبته، من بساطته في التعامل. فلازم احنا بنتعامل بالتعليم اللي احنا اتعلمناه من اجدادنا ومن ابهاتنا، فمتواصلين لحد ما شاء الله. ليه ما شاء الله باذن الله. ان شاء الله. حضرتك شايف البنات النوبيات زي الام والجده، ولا بداوا يتغيروا من اختلاطهم بالمحافظات المختلفه؟ هو يمكن في النوبه في الاول الام ما كانتش متعلمة طبعا، لكن كانت بتقدر تحافظ على بيتها، وبتقدر تحافظ على ثقافتها، وبتقدر تحافظ على العادات والتقاليد. يمكن اختلفت الدنيا دلوقتي طبعا، ان عندنا نسبة التعليم في النوبة بقت 90% أو 100%، كلهم بقوا متعلمات، في منهم الدكتورة والمهندسة والصحفية والإعلامية، فقدروا يبقى في فكر جديد متميز وفي ابتكار. يعني دايما العادات والتقاليد موجودة، يعني أساس موجود، لكن في ابتكار وفي تجديد فيه. ما بنقفش على نقطة واحدة، لكن لا، في تجديد في اللي بيتقدم. بالظبط. طيب عايزة برضو أتكلم عن اللغة النوبية، ودي حاجة مميزة جدا انتوا بتتميزوا بيها وإحنا مش بنعرفها. يعني كل واحد بيحفظ له كلمة كده بيقول أنا عملت اللي ما يعمل. لكن عايزة أعرف، هل دي انتوا بتبقوا حريصين على تعليم الأجيال الجديدة إنهم يقتنوا اللغة دي، لأنها حاجة ثمينة جدا لازم إن احنا نفضل نتوارثها؟ من الحاجات الجميلة عندنا الحفظ على التراث النوبي وإحياء التراث النوبي والحفاظ على الهوية النوبية، ده بيبقى من خلال الحفاظ على اللغة النوبية.
اللغة النوبية دي لغة غالية جدا علينا وعلى كل مصر. حضرتك لو تعرفي ان اللغة النوبية كانت هي شفرة النصر في حرب اكتوبر طبعا. فدي كانت حاجة متميزة جدا، فاحنا بنحافظ عارفين قيمتها فبنسمنها جدا وبنقدر نحافظ عليها من خلال الجمعيات النوبية اللي موجودة في العواصم في القاهرة وفي المدن، ان احنا بنقدر نعمل دايما دورات وكورسات للغة النوبية بنقدر نحافظ عليها. طبعا للنوبيين بس ولا اي والله حد لا، احنا ممكن يشتغل؟ طبعا احنا مش بنقفلها على النوبيين بس، اي حد بيحابب انه يتعلم اللغه النوبيه اهلا وسهلا بيه. بنعمل اعلان عادي وبينزل على صفحات الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ناس بتيجي تحضر وبتتعلم يعني مش بتتعلم بالظبط، لكن برضو بتبقى يعني فيها بعض الكلمات يقدروا يفهموا بيها الجمل. عشان كده احنا النهارده عملنا حلقه للنوبه بنساعد في نشر سعداء الثقافه جداً. النوبيه. ضيفنا اللي كان منورنا الاعلامي النوبي الاستاذ محمد السيد حسين، كان منورنا النهارده وكنا سعداء بوجود حضرتك أنا معانا. سعيد جدا بمعرفه حضرتك وببرنامجنا كلنا واحد. كلنا واحد والنوبه مصريه. انا شخصيا انا اسفه اني بقول انا كتير، بس انا حضرت فرح نوبي ما انساهوش طول عمري. قد ايه الناس بسيطه، قد ايه الناس سعيده، قد ايه الناس بتغني وبترقص بطريقه مختلفه وبتزغرط بطريقه مختلفه. الجو النوبي بيبعث على السعاده والبهجه والسرور، وما زلنا بنؤكد ان النوبه مصريه. السمر اصحاب القلوب البيضاء مصريين موجودين في الجنوب. كلنا طيبين، كلنا مصريين حلوين، بس النوبه احلى. استنونا الاسبوع الجاي ودايما كلنا واحد.